السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا دايما يا رب. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين في العنوان، انا هتكلم النهاردة او هوريكم الشبكة بتاعتي. هعرفكم انا ندمت ليه وانا بختارها مع انها كانت اختياري انا. آم، قبل ما ابدا معاكم الفيديو، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك لو الفيديو عجبكم. مبدئيا كده، ده المحل اللي انا جايبه منه الشبكة بتاعتي، هو في الشرقية، محل البركة، في مدينة مشتول السوق. ودي الأرقام بتاعته اهي. هو في محافظة الشرقية. المحل ده حلو جدا. في عنده تشكيلة على طول، يعني بيجدد التشكيلة بتاعته، بيجيب حاجات متابعة للموضة يعني. ما بيسرقش في الميزان خالص، وانا بثق فيه جدا، وكمان معظم صحابي جايبين منه. فلو اي حد من بلدي يعني او من محافظة الشرقية وحابب يجيب المحل ده، كويس قوي. هنفتح كده مع بعض العلبة. بصوا، مبدئيا دي الدبلة بتاعتي، دبلتي. تمام. وكمان في خاتم، شكله اهو. وفي كمان خاتم تاني، ده شكله. كمان برضو جبت ده ليوم الخطوبة. طيب، هبدأ لكم بقى. أول حاجة هقول لكم أنا إيه اللي خلاني ندمت وأنا بجيب الشبكة بتاعتي. وأنا قبل ما أروح أجيب الشبكة بتاعتي، طبعا خدت نصايح بقى من صحابي، وكمان صحابي اللي متجوزين واللي اتخطبوا قبلي، ومن أهلي وكده، يعني من اخواتي والكلام ده كله. معظم اللي قالوا لي النصايح بتاعتهم، كلهم قالوا لي اهتمي بالدبله ومش مهم الخواتم. اهم حاجه الدبله تجيبها كويسه، اهم حاجه الدبله تكون لايقه عليكي، اهم حاجه الدبله يعني تكون ميزانها مظبوط وتمام وكده. فانا سمعت كلامهم، واضطريت ان انا اجيب الدبله بتاعتي. اهم حاجه في الشبكه كلها، عايزه اقول لكم ان الدبله بتاعتي 7 جرام اهي. ده شكلها 7 جرام، عيار 18. تمام. طبعا انا ما جبتهاش فيها فصوص ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين هي نصين كده، دهب ابيض ودهب اصفر. ولا اي حد بيشوفها على فكره بيفتكر ان هي يعني دبله ومحبس الاتنين مع بعض يعني. طيب، انا ندمت في الدبله بصراحه، ما ندمتش قوي قد الخواتم يعني. الدبله كانت حلوه معايا واستحملت معايا كتير. انا بقالي سنه ونص على فكره مخطوبه، استحملت معايا كتير يعني. بصوا، هي بس العيب اللي فيها ان هي ضيقت عليا، لان انا كنت جايباها مقاسي بالظبط، ما كنتش جايبه مقاس اكبر مني. كانت مقاسي بالظبط، فدلوقتي هي ضيقت عليا خالص. ما بقتش البسها على فكره، بقيت البس دبله صيني، لان بصوا بقت بتخرج بصعوبه، كمان بقت بتبوظ لي مكان ايديا، وبتتعب لي ايديا كمان، فبتعمل ابيض هنا كده. ما بقتش البسها على طول يعني. بس هي حلوة، اي حد عايز يجيبها والله، هي جميلة جدا وشكلها شيك قوي، وكمان يعني حاسة انها مش النوع البلدي اللي هو مش بيبقى حلو ده. هي شيك جدا، بس مشكلتها انها كانت ضيقة عليا شوية. طيب، هي 7 جرام زي ما قلت لكم، عيار 18. الخواتم بقى، إيه اللي خلاني اندم في الخواتم؟ بصوا، هي الخواتم بتاعتي في 3 جرام وفي 4 جرام، ده 3 وده 4. ما اهتمتش بالخواتم قوي. انا لما كنت رايحه اشتري الشبكه بتاعتي، كنت انا وماما وحماتي وخطيبي واخويا وابو خطيبي. فطبعا الرجاله كلها كانت واقفه بره، ما كانش فيه غيري انا وماما وحماتي بس في جوه في المحل. ما حدش طبعا منهم كان بيقول لي اي حاجه، ولا حد بيقول لي اختاري ده ولا اختاري ده. فسابوا لي انا القرار في الاخر، يعني عشان ما يبقاش فيه حساسيه في الموضوع مثلا، ويقولوا ان انا بنقي تقيل او قليل والكلام ده. فطبعا الكلام ده ما بقاش يحصل يعني عامه دلوقتي، بس ايه، منعا لاي مشاكل يعني. هم سابوني ان انا اختار لوحدي، ويا ريتهم ما كانوا سابوني، يا ريتهم كانوا ادوني رايهم يعني. سابوني اخترت الخواتم لوحدي. الخواتم زي ما انتم شايفين يعني حجمها فظيع فظيع جدا. بصوا، شايفين اصلا الفاضي قد ايه يعني واسعه بطريقه غبيه. الخواتم واسعه جدا، بس يعني عشان ما اكدبش، هي فورمتها شكلها حلو يعني. شايفين الفورمه بتاعتها شكلها حلو، مش اللي هي وحشه يعني. بس هي واسعه قوي قوي عليا، مش مقاسي. بصوا، واسعه جدا، بس شكلها كويس.
فاول نصيحة معانا وانتي بتشتري دهبك، يا ريت ما تجيبيش حاجة واسع عليكي. هاتي حاجة مقاسك بالظبط او اكبر من مقاسك نمرة، علشان تعرفي تلبسيها يعني. ولا تجيبي حاجة زي كده تكون ضيقة عليكي، ولا تجيبي حاجة، لان انا يومها ما جبتش مقاسي بالظبط على فكرة. انا جبت المقاس اللي هو داخل فيا وما بيخرجش يعني، بيخرج لما انا اخرجه بايديا، لكن ما بيخرجش بمزاجه كده يعني. فولا تجيبي حاجة اقل من مقاسك شوية بسيطة، ولا تجيبي حاجة اوسع منك. هاتي حاجة تكون على مقاسك او اكبر منك نمرة واحدة بس. الخواتم عايزه اقول لكم ان انا ما لبستهاش ولا مره من ساعه ما اتخطبت. الخواتم من ساعه ما جبتها وهي كده في قلب العلبه، ما طلعتش من علبتها خالص. حتى انتوا لو شايفين ان هي لسه بتلمع، لسه بلمعتها. اما الدبله اتطفت شويه، لان الدبله على طول في ايديا. بغسل بيها بقى مواعين، بعمل بيها كل حاجه. تاني نصيحه معانا، لو جبت دبله زي كده يكون فيها دهب ابيض، يا ريت يا ريت ما تغسليش المواعين وهي في ايديكي، ولا تحطي برفان وهي في ايديكي، ولا تحطي كريمات في ايديكي وانتي لابساها. علشان اي حاجة فيها آم، اللي هو الكحول، او مثلا اللي هي الحاجات اللي بتبقى في البرفان، بتعمل بتعمل ايه، بتعمل كده زي يعني بتصفرها. فانتي ما تحطيش اي حاجة وانتي لابساها خالص، وما تعمليش بيها حاجة تغسلي مواعين او حاجة، لان بتصفر. زي ما انتوا شايفين بتاعتي اصفرت. تمام. كمان النصيحة التانية، وانتي هناك خلي بالك كويس وانتي بتنقي حاجتك، وخليها تليق على ايديكي. ما تمشيش برأي اي حد خالص، حتى لو واخدة اختك معاكي او صاحبتك. انت طبعا هتحتاجي انك تاخدي حد معاكي، عشان انت هتبقي متوترة شوية، فهم هيوصلوكي للي انت عايزاه. بس برضو ما تاخديش حاجة الا ما تكوني مقتنعة بيها. حتى لو اتأخرتي شوية وانت بتنقي، ما تاخديش اي حاجة لما تكوني مقتنعة بيها. وكمان ما تاخديش حاجة ما تكونش لايقة على ايديكي لمجرد انها عجبت صاحبتك او اختك. فانتي هاتي الحاجة اللي تكون لايقة على ايديكي بس، وتكوني مرتاحة فيها وحاسة انها شكلها كويس. كمان عايزة اقول لكم ما تجواش ضيقة عليكم، هاتوها كويسة على ايديكم، عشان انتوا كده كده هتزيدوا في الوزن، فبلاش تجيبوها مقاسكم بالظبط. دي بالنسبة للدبلة. كمان عايزة اقول لكم ان انتوا ما تجيبوهاش مفرغة. في دبل طالعة كده مخرمة. ما تجيبوهاش مخرمة، لانها بتعمل صابون. لو انت بتغسلي ايديك الصابون بيدخل جوه، كمان بتجيب تراب لجوه، فبتبوظها، بتبوظ شكلها من جوه. بتبقى ما بتعرفيش تنضفيها الا لما بتوديها للواحد بتاع دهب بينضفها لك او يلمعها لك. فبلاش المفرغه دي، او اللي هي الفاضيه من جوه دي. تاني حاجه، ما تجيبيش اي حاجه فيها فصوص في الدبله، لان الدبله هي اكتر حاجه تكون في ايديكي واكتر حاجه هتبوظ منك، لانها الفصوص هتقع منها. فما تجيبيش حاجه فيها فصوص. كمان عايزه اقول لكم ان في دبل طالعه من جوه كده مجوفه من جوه، يعني من جوه هنا فاضي. مش زي بتاعتي من جوه كده. مش مفرغه كده، مش مجوفه. فما تجيبيش حاجه من جوه مجوفه، لانها تتعب ايديكي وهيبقى فيها حروف هتعورك. دي بالنسبه للدبله. اما بقى بالنسبه للخواتم، فانا الخواتم بتاعتي كانت واسعه عليا قوي. بصوا يعني واسعه جدا. فانصحك ان انت لما تجيبي الخواتم بتاعتك خليكي مركزه قوي في الفورم اللي موجوده في اللي طالعه موضه. ما تجيبيش حاجه اوفر على ايديكي، لانه بيبقى شكلها وحش في الاخر يعني. مش عشان تروحي تجيبي شبكتك فتنقي حاجه وزنها تقيل قوي، فتبقى شكلها على ايديكي كبير وشكلها مش حلو. هاتي حاجات رقيقه وكويسه، وكتري من الخواتم عادي، بس تكون حاجه رقيقه وكويسه زي كده. بس ما تجيبيش حاجه واسعه عليكي، هاتيها مقاسك. انا دلوقتي مش لاقيه حل للخواتم. ما ينفعش مثلا ان انا احط فيها خيط. في ناس قالت لي حط فيها خيط والبسيها. ما ينفعش احط فيها خيط، لانها برضو واسعه عليا لما بحط فيها خيط. فالحل الوحيد ان انا اقصها. كمان لو اتقصت هيبقى شكلها مش حلو. فالحل الوحيد انها تتغير. انا دلوقتي ناويه ان شاء الله اغير الدهب بتاعي كله، لان الخواتم واسعه وكمان الدبله ضيقه. فان شاء الله ناويه اغير الدهب بتاعي كله، بس مش دلوقتي. فان شاء الله لما اغيرها اوريكم يعني اللي انا جبته جديد. دي كانت نصايحي النهارده ليكم لما تيجوا تنقوا شبكتكم، وعرفتكم انا ندمت ليه ان انا اخترت شبكتي بالشكل ده. وانت بتنقي شبكتك يعني يا ريت تخلي بالك كويس وانت بتنقيها، وما تجيبيش حاجه تكون تندمي عليها بعد كده زيي. وان شاء الله ربنا يتمم لكل واحده مخطوبه على خير، واي واحده ان شاء الله ناويه لسه ما اتخطبتش او ناويه تتخطب يعني ربنا يتملها على خير. وتكون شبكتك احلى شبكه في العالم كله يا رب. وما تندمش عليها خالص، وما تندمش على اي اختيار انت اخترتيه. عايزه اقول لكم ان الذهب والشبكه وكل حاجه مش مهمه خالص يا بنات، قصاد بس ان انت تكوني بتحبي البني ادم اللي معاكي، او بتحبي الشخص اللي معاكي يعني، ويكون هو بيحبك، هيبقى شريكي جدا. فالذهب وكل حاجه يعني ملاش اي 30 لازمه.
انا والله ما بلبسش الدهب بتاعي خالص، هي بس الدبله اللي بلبسها، لان هي بتعبر لي اكتر عن خطيبي، بتعبر لي عن ارتباطي بيه. اما الدهب ملوش اي 30 لازمه عندي. انا كان عندي ان انا اختاري كان عندي ان انا اشتري اي حاجه فضه زي كده مثلا. هي يعني الحاجه الوحيده اللي انا بحبها الفضه، لاني ما بحبش الدهب خالص ولا ليا فيه ابدا، يعني ما بحبوش خالص. آم، فانا من ساعه ما اتخطبت وانا كده بالشكل ده. يعني كل حاجتي الدبلة والخاتم الفضة وخلاص على كده. فربنا يتملكم على خير يا رب، وكل واحدة مخطوبة ان شاء الله يتملها على خير وفرحها يكون كويس بإذن الله، وتكون زي ما انت بتحلمي بيه. يا ريت تكون النصايح بتاعتي استفدتوا منها، وتكونوا استفدتوا من اللي انا الندم اللي انا ندمت فيه، وما تغلطوش غلطتي خالص. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك لو الفيديو عجبكم. واتمنى ما كنتش طولت عليكم. باي باي.